بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صح رمضانكم أخواتي. وصفة اليوم هي قلب اللوز. باش نحضروها نتعرفوا أولا على مقادير هذه الوصفة. نبداو مع الشربات اللي هي 2 كيلات السكر حرش، 4 كيلات الماء، طرونش نتاع الليمون. العجينة نحتاجو إلى 6 كؤوس سميد خشين، 2 كؤوس سكر حرش عادي، عندنا علبة ياغورت طبيعي، كأس سمن أو مرغرين ذايب أو زيت، نص كاس ماء، خليط بين الماء وماء الزهر. الكاس هذا يرفد 200 مليلتر. هذا هو الكاس اللي قيست به هنايا الكيلات نتاع السميد الخشين والسكر، سواء في العجينة أو في الشربات. وعندنا القليل من الكاوكاو. نحضروا أولا الشربات. نحطوا السكر نتاعنا في كاسرونة، نحطوا معاها الماء، نحطهم فوق نار عادي. كي تهز الغلية نحسب لها ربع ساعة ونطفي. بعدها نزيد قطرات ماء الزهر، بلا ما ننسى طرونش نتاع الليمون، نحطوه من في أول الكيفية. المول اللي استعملته أو الصينية اللي استعملتها في قلب اللوز في هذه الوصفة هذه، الطول نتاعها 30 سنتيمتر والعرض 23. يعني هذا البلاطو اللي راح نستعمل فيه هذه الكمية نتاع الكيلة. كل ما يكون البلاطو أكبر كل ما تكون الكيلة نتاعي أكبر. أنا الكيلة كيما قلت على الأول، الكاس نتاعي كيلت بالكاس هذا اللي راكم اللي ديما نقيس به، يهز لي 200 مليلتر. قيست به السميد الخشين 6 كؤوس، نحطوهم مع 2 كؤوس نتاع سكر عادي، سكر حرش. نخلطهم مع بعضهم، ندخلهم في بعضهم مليح. من بعد نلوح ونضيف الكأس نتاع الزيت. نقدر نستعمل السمن أو المرغرين ذايب، يعني على حسب الذوق. ندخل المكونات دائما مع بعض في باليدين باش يذوب هذاك السكر هذاك ويدخل مع السميد يتجانس مع بعضاه ومع هذاك الإدام. بعد ما ندخل السكر مع السميد مليح بهذه الطريقة هذه، نضيف علبة الياغورت الطبيعي، ونزيد ندخلها مع السميد والسكر جيدا. يعني هذه الوصفة هذه سهلة ومكوناتها بسيطة، موجودة في كل منزل. من الأحسن أنها تتحضر داخل المنزل، حاجة نظيفة. كما راك تشوفي في الفيديو. دخلي مليح الياغورت. بعدها نضيف نصف كأس نتاع الماء وماء الزهر. هنا الماء تقدري تستعملي نصف كأس ماء، تزيدي لها بعض قطرات عطر ماء الزهر، راح يعطي لها نكهة رائعة وقوية في هذه الوصفة هذه. ندخل مليح ثاني هذاك الماء مع السميد وباقي المكونات كما راكي تشوفي سيدتي. نروحوا للشربات. هنا راهي غلات وراهي واجدة. نطفي لها ونخليها تبرد بجانب، لأنه قلب اللوز كي طيب لنا وتكون سخونة راح تكون الشربات باردة. هنا حكمت بعد ما ارتاحت لنا العجينة نتاعنا،
مدة 5 دقائق أو 10 دقائق. قسمتها إلى نصفين. هنا علاه قسمتها إلى 2، لأني راح ندير الكاوكاو في وسط كل قيس، بين القسم الأول والقسم الثاني. إذا عندك اللوز تقدري ديري اللوز، إذا ما توفرش هذا المكون هذا أساسا تقدري ديري العجينة كامل على ضربة واحدة في البلاطو، وتسويها بنفس الطريقة كما راكم تشوفوا في الفيديو. يعني الكاوكاو أو اللوز راح يزيد لها في الذوق. المرحلة هذه لازم نستعملوا الملعقة، وما لازمش نضغطوا. بهذه الطريقة فقط نسوي الوجه، لازم يكون مستوي، لازم تكون كل الجهات قد بعضها، ما تكونش جهة هابطة وجهة طالعة، باش يخرج قلب اللوز نتاعنا على قد بعضها، على الحبات على قد بعضها كما راكم تشوفوا. ما نخليوش الشقوق هذيك نسويوها بالملعقة. المرحلة هذه مهمة. بعد ما نسوي هذه الطبقة الأولى نذرر عليها كمية نتاع الكاوكاو أو اللوز كما على حسب ما توفر عندك سيداتي. نكون رحيتو خشين، ونلوحو للجهات كامل على الوجه كامل نتاع الطبقة الأولى. بعدها نزيد الطبقة الثانية فوقها بنفس الطريقة اللي خدمتها بالطريقة الأولى. بعدها نقص الحبات نتاعي، وانا هنا ما درتش الفيديو نتاعو، نسيتو نتاع السمن نزيد له من الفوق. نمسحو بالبانسو اذا توفر السمن او مارغرين او الزيت، يعني نديرو من الفوق من الوجه نتاع البلاطو قبل ما ندخلو للفرن. لازم باش تنجح لنا دائما الوصفات نتاعنا وتكون ناجحة، لازم نتبع المراحل بالترتيب. هنا نكون سخنت الفرن على 180 درجة مئوية من قبل من نحضر هذه الوصفة هذه. لازم هنا المرحلة هذه لازم يكون الفرن مسخن من قبل، لأنه الوصفات هذو تاع السميد خاصة تحتاج الفرن يكون ساخن جيدا من قبل. هنا كنت أولا ترصيت الحبات باش يكونوا على قد بعضاهم، بعدها نقصهم بالموس. وهنا فيديو اللي تمسح لي نتاع انه ندير السمن من فوق او الزيت او المارغرين من فوق الوجه نتاع القلب اللوز قبل ما ندخله للفرن. ندير له الحبات نتاع الكاوكاو او اللوز، من في كل حبه نحط لها حبه نتاع الكاوكاو كما راكم تشوفوا، وندخلها الفرن حوالي مدة من 20 دقيقة إلى نصف ساعة. راح تحمر لنا من تحت ونزيد نشعلها من الفوق تزيد تحمر لنا من فوق. مباشرة بعد ما نخرجها نلوح لها الشربات نتاعنا ونخليها تبرد من 3 ساعات إلى 4 ساعات. بعد ما تفوت المدة هذه نتاع قلب اللوز كي تشرب لنا الشربات تكون واجدة وتكون معسلة من داخل. يعني الكمية هذه اللي حطيتها راهي كافية باش تخرج لنا قلب اللوز معسلة ومشربة مليح. نحترم فقط المقادير اللي حطيتها هنا كما راكم تشوفوا في الفيديو. حمرت لنا من التحت ومن فوق. نحط لها الشربات اللي بردت.
نحاول إني نوزّع الشربات على كل الجهات. بنفس الكمية، ونخلّيها كيما قُلت المدة اللي قُلت 3 ساعات إلى 4 ساعات. بعد ما تشرب لكم وتكون واجدة، من الأحسن ترافقوها مع لاتاي في سهراتكم، وبالصحة وشهية طيبة.